السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل يا جماعة البصل المخلل بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نخليه كمان لرمضان. نغسله غسلة كويسة جدا تحت المية كده، نغسله حلو أو أول ما نجيبه، وبعدين بعد ما نغسله هنجيب مية بتغلي ونحطها فيه. بس لازم يتغسل الأول غسلة حلوة، يعني نغسله مرتين دلوقتي وبعد ما يتسلق كمان. البصل دوت ينفع يا جماعه، انا قلت اعمله علشان ساعات اما اجي اعمل مخلل مشكل ما بلاقيش بصل صغير في رمضان، يعني في الشتاء ما بيبقاش فيه البصل الصغير ده، فقلت هعمل منه ازازه هحفظها اخليها لرمضان، والباقي يعني نستخدمه. هو يعني مش كميه كبيره. غليت الميه بعد ما غسلت البصل. غليت الميه وهحط فيها، اطفي عليها النار واحط فيها البصل. غليت الميه وهحط فيها البصل، اقلبها كده وهسيبها لما الميه تبرد خالص عليها. بصوا يا جماعه، يعني اركنها لحد ما اجيش يمها خالص دلوقتي، لحد ولا ابرد الميه ولا اي حاجه. بردت الميه، عطت البصل بقى كده، والميه بتاعتها بصوا الميه بتاعتها اللون ده كده، انا مش محتاجه الميه في حاجه، هرمي الميه دي كلها يعني. في ناس بتقول ان الميه دي بتشفي من الامراض، بس انا معرفش يعني. انا هرمي الميه وهمسك البصل بقى اقشرها واحده واحده كده. تقشيرها سهل دلوقتي ومفيش حاجه ولا بيعمل دموع ولا اي حاجه خالص. تقشيرها سهل خالص. هتشيل القشره بتاعتها وتقطعها من فوق ومن تحت وخلاص. بصوا يا جماعه، يعني سهله جدا، يعني مش بياخد وقت ولا اي حاجه. لحد دلوقتي انا ما عملتش اي حاجه. الاول غسلت البصل وغليت الميه وحطيت فيه البصل وسبت لحد البصل ما برد. الميه بردت يعني بتاعت البصل، وبعدين هقشر البصل بسهوله جدا. هقطع من فوق ومن تحت واشيل الورقه بتاعته. لسه هغسل البصل كمان مره، اما اخلص كل كميه البصل هغسله. هو المفروض كانت عامل بدري شويه، يعني من قيمه شهر كده، اول ما كان البصل الصغير ده نازل كان شكله حلو قوي. جبت منه بس ما عملتوش يعني، ما صورتوش يعني. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. البصل ده هعمل جزء يتاكل يعني بعد كام يوم كده يعني، والباقي لان انا هقطعه حتت صغيره. يعني هقسم البصلايه الكبيره على 4، والصغير هشيله في ازازه. هي الازازه بتحفظ المخللات لمده طويله. اي نوع مخللات، حتى اللفت يا جماعه، مع انه روحه بسيطه وبيبوظ بسرعه، ممكن يقعد اللفت عندك في الازازه، ممكن يقعد حوالي 3 شهور او 4 شهور وما يجرالوش حاجه. بس اول ما تطلعيه تحطيه في التلاجة على طول، اول ما تفتحي عليه الازازه. كمان الفلفل، اي نوع من انواع المخللات يقعد معاكي مده طويله، ما تقلش عن 3 شهور في الازازه. والليمون بقى يقعد 6 شهور. يعني انا عندي ليمون من السنه اللي فاتت. انا جبت الميه، جبت دوت لتر ميه، حطيت عليه 6 معالق كبار ملح، وحطيت عليه معلقه حبه بركه، وحطيت شطه، معلقتين شطه. هحط الميه دي دوب السكر في الملح كويس، ممكن تحطي معلقه سكر كماده حافظه. حطيت الميه فوق البصل، هقفل البرطمان بقى كويس وهركنه. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، جميل، والميه بتاعته حلوه قوي. هو حراق شويه بس يعني. هحط بقى الباقي هحطه في ازايز. ده هركنه وهشيله واحط الباقي في ازايز، هيبقى حلو قوي. يبقى الميه دي بتحطي على لتر الميه 6 معالق كبار ملح، 6 معالق كبار ملح. وكمان الشطه فيها قولي معلقه ملح، يبقوا 7 معالق كبار ملح. اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. عايزه تحطي عصفر حطي، يعني ده عايزه تحطي ميه بملح بس خالص ماشي، بس لا فيه ليمون ولا فيه خل. اهو يا جماعه الازايز. ده هركنهم لرمضان. يعني لما اعمل مخلل مشكل هحط عليه، اطلع ديت الازازه اقطعها واحطها على المخلل على طول.
اهو بسم الله ما شاء الله. الازازة دي مقطعة صغير، دي تتاكل على طول. اتمنى الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.